كان في شاب حياته ماشية عادي جدا، بيصلي أوقات ويقطع أوقات زي حال ناس كتير مننا، وبيحاول يكون أحسن. بس الدنيا بمسؤولياتها وضغوطاتها واخداه، لحد ما في يوم من الأيام وهو خارج من صلاة الجمعة قابل حد وقال له: تخيل كده لو عرفت إن عندك 10 أيام تقدر فيهم تمسح كل أخطائك وتبدأ صفحة جديدة مع ربنا. الشاب وقتها استغرب وسأله: إزاي؟ وهل ده ممكن فعلا؟ فكان الرد: أيوة ممكن، والسر موجود في أعظم أيام السنة، 10 الأواخر من رمضان. يا ترى لو فعلا عند كل واحد فينا الفرصة دي، هنسيبها تضيع ولا هنستغل كل لحظة فيها؟ تخيل معايا كده، 10 الأواخر من رمضان أغلى أيام السنة وأعظم فرصة نتقرب فيها من ربنا. يعني ممكن جدا، مش بعيد عن ربنا، نخرج منهم بمغفرة وعتق من النار. ما تيجوا نستعد ونتشارك الثواب كلنا، ونستغل الفرصة ونمسح كل ذنوب السنة، ونعوض أي تقصير فات مننا. وزي ما تعودنا في كلام جميل، أفكار بسيطة نعملها وإن شاء الله ناخد ثواب 10 الأواخر كلها. هنعمل إيه؟ هقول لكم. أول حاجة، هتجدد نيتك وتخلي كل طاعة بتعملها، سواء معاملاتك أو عباداتك، بنية خالصة لوجه الله تعالى: الصلاة، الذكر، الصدقة، بر الوالدين، وأي حاجة تانية بتعملها. تاني حاجة، التراويح وقيام الليل، حتى ولو بركعتين قبل الفجر، وما تنساش ربنا كريم قوي وبيضاعف الأجر. تالت حاجة، اجتهد وحاول تقرأ جزء واحد من القرآن في اليوم، هتقدر بكده تختم ختمة كاملة في 10 أيام. رابع حاجة، طلع صدقة ولو حتى جنيه واحد، ممكن تكون صدقتك دي سبب في مغفرة كبيرة. خامس حاجة، استغل أي وقت فاضي عندك بالتسبيح والاستغفار والدعاء، وما تنساش دعاء 10 الأواخر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سادس حاجة، ركز في ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر، اغتنمها بقراءة القرآن والدعاء، وكل واحد حسب استطاعته. وأخيرا وليس آخرا، خلي عندك حسن ظن بالله، وخليك واثق وعندك يقين إن ربنا هيقبل منك حتى لو كنت مقصر الفترة اللي فاتت. الأهم إنك تبدأ دلوقتي، ودايما من وقت للتاني الحق نفسك، فكرها وقول لها: ممكن قوي رمضان ده يكون آخر رمضان في حياتي، فخليني أختمه بأحسن وأفضل الأعمال. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، واغفر لنا وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النار. آمين يا رب العالمين.